قصف الدار البيضاء كان هجوما بحريا فرنسيا وقع في الفترة من 5 إلى 7 أغسطس عام 1907. دمر مدينة الدار البيضاء المغربية. استخدمت فرنسا بشكل أساسي نيران المدفعية من البوارج لقصف المدينة والأهداف في المنطقة المحيطة، مما تسبب في مقتل ما يقدر ب1500 إلى 700 مغربي. فتح قصف الدار البيضاء جبهة غربية للغزو الفرنسي للمغرب بعد احتلاله بيرليوتي لوجدة في الشرق في وقت سابق من ذلك العام. جاء القصف الفرنسي في أعقاب هجوم شنه رجال قبائل من الشاوية في 30 يوليو عام 1907 على موظفين أوروبيين يعملون في شركة مغربية تشغل قطارا من مقلع حجارة في منطقة الصخور السوداء إلى ميناء الدار البيضاء. كان رجال قبائل الشاوية أيضا معارضين لبنود معاهدة الجزيرة الخضراء لعام 1906. في 5 أغسطس اندلع تمرد في المدينة عندما نزل من الطراد الفرنسي جاليليو مجموعة إنزال مؤلفة من 75 جنديا. قصفت السفينتين الحربيتين الفرنسيتين جاليليو ودوشائلة مدينة الدار البيضاء بالميلينيت، وهي مادة متفجرة تحتوي على حمض البكريك، مما أصاب سكان المدينة بالذعر. وكان لمحاولة شركة شنايدر نسبة لأوجين شنايدر الثاني أحد كبار رجال الأعمال توسيع مرسى الدار البيضاء، وكذا المحاولة الثانية بمد خط للسكة الحديدية باتجاه منطقة الصخور السوداء لجلب الحجارة إلى الميناء على حساب مكان تعتبر حرمته مقدسة في عرف جميع الأديان وذو حرمة أكبر في نفوس المغاربة المسلمين، الشيء الذي أثار حفيظة السكان فهبوا لإيقاف هذه الأشغال. التمرد تسبب في موت 9 أوروبيين، 5 فرنسيين وإيطاليين وإسباني، حتى إن السكان المغاربة ذهبوا أبعد من ذلك، حيث تمكنوا من السيطرة على كل المدينة حتى ميناؤها أصبح خاضعا لسيطرتهم، وصاروا يتقاضون مقابلا ماديا من التجار الراغبين في مغادرة المرسى للاستعانة به في الاستعداد لمواجهة محتملة، فقاموا بجمع المتطوعين وتسليحهم. وقد زاد من حماسهم واستجابة الناس مع هذه الانتفاضة الأخبار القادمة من الجزائر البلد الجار، وما يكابده أهله من محن جراء الاحتلال الفرنسي أضافه إلى تأثير الأفكار السلفية القادمة مع الحجاج. كل هذا أذكى روح اليقظة في نفوس سكان الدار البيضاء والقبائل المجاورة لها، وكان هذا الاستعداد يتم بروح من المسؤولية، إذ تم تجاوز مختلف الصراعات الهامشية التي كانت قائمة بين تلك القبائل، وتم رسم هدف واحد هو ضرورة التكتل لمواجهة الخطر النصراني القادم من البحر، فتم التخلص من القواد الرافضين أو المتخاذلين، وعينت بدلهم مجالس جماعية. كما أعلنت جيوش السلطان عبد العزيز تمردها في 27 من ماي عام 1907 إثر تأخر وصول أجورهم ومؤوناتهم، فاحتلوا محلات الديوانة، واستمر هذا الوضع حتى وافق الأمناء على منحهم تسبيقا لمستحقاتهم. وفي 8 يونيو عاود هؤلاء الجنود الكرة بشنهم إضرابا لمدة 2 يوم، مما اضطر القنصل الفرنسي مالبرتي إلى منحهم أجرة الشهر الأخير. وكانت استعدادات القبائل تزداد حدة مع استمرار تدفق الأخبار في شأن الأجانب. ففي أبريل عام 1907 اجتمع المجاهدون حول مدينة الدار البيضاء معبرين عن استيائهم من احتلال الجيوش الفرنسية لوجدة
مظهرين أنهم على أثم الاستعداد لأي هجوم محتمل. وقد كان ترقب البيضاويين لهجوم بحري محتمل في محله، فقد قامت القوات البحرية الفرنسية بعدوان سافر على مدينة الدار البيضاء يوم الاثنين 5 غشت عام 1907